فقد أجمع المسلمون على أنه يجب على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم، وفي جانب المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، يجب على الجميع صيام هذا الشهر الذي افترض الله عز وجل صيامه، كما سمعتم في الحديث وكما في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فصيامه إيمانا واحتسابا من أسباب حصول التقوى التي هي خير زاد يتزود به العبد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وخرج بالمسلم بقيد المسلم الكافر فلا يصح منه صوم لقيام مانع الكفر فيه، وخرج بقيد العاقل المجنون فلا يصح منه صوم ولا تنعقد منه نية، وخرج بالبالغ من كان دون البلوغ وإن كان مميزا وصام صح صومه، لحديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء أرسل داعيا أو رجلا فقال: من أصبح صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليصم. قالت: فكنا نصومه ونصوم صبياننا، فإذا نصوم صبياننا ونصنع لهم اللعب من العهن أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم دفعنا ذلك إليه حتى تغرب الشمس. فكان السلف يعودون أولادهم المميزين القادرين على الصيام ولو لم يجب عليهم، ويؤجرون على ذلك ويكتب صيام من صام من الصغار. وعمر بن الخطاب جيء له بنشوان أي بسكران في نهار رمضان، فقال: ويلك وصبياننا صيام، أي تشرب الخمرة في نهار رمضان وصبياننا صيام، وعلاه بالدرة. وخرج بقيد المقيم المسافر فلا يجب عليه الصوم في حال سفره، وإن أفطر من أجل السفر فيقضي عدة من أيام أخر. بقي أيهما أفضل، أن يفطر أو يصوم؟ إن كان الصوم لا يشق عليه فالأفضل أن يصوم، وإن كان يشق عليه في حال سفره فالأفضل أن يفطر. وهكذا خرج بقيد الصحيح المريض فلا يجب عليه الصوم، ومتى ما زالت علة المرض قضى ما أفطر، لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر. ومن كان كبيرا من الذكور أو الإناث وشق عليه الصيام بسبب الكبر أو عجز عن ذلك فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وأنس رضي الله عنه حين أفطر في بعض السنين بسبب الكبر جمع بعد رمضان 30 مسكينا وأطعمهم فريدا، أي خبزا ولحما. فلك أن تطعمهم طعاما جاهزا، ولك أن تعطي كل مسكين مدا من غالب قوت البلد من بر أو أرز أو ما أشبه ذلك. وإن وسع الله عليك وأعطيت لكل مسكين نصف صاع فذلك خير. وهكذا المرأة في حال حيضها ونفاسها لا يجوز لها أن تصوم ولا يصح منها الصوم، بل تفطر وتقضي ما أفطرت من أيام. ومن الأدلة أنها لا تصوم في حال حيضها ونفاسها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ قالوا: بلى. قال: فذلك نقصان دينها. وجاء في حديث عائشة قالت: كنا نفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في حال الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهكذا المرأة إذا كانت حبلى أو لها رضيع ترضعه وخافت على أنفسهما، أو المرأة على جنينها أو المرضعة على رضيعها، فتفطران وتقضيان ما أفطرتا. وذهب بعض أهل العلم أنهما تطعمان مع ذلك، والأظهر القضاء، فقياسهما على المريض أقرب من قياسهما على الشيخ الكبير. وجاءت آثار بالإطعام، فإن قضت وزادت المرضعة وهكذا الحبلى إذا خافت على ولدهما مع القضاء إطعام، فقد ذهب إلى ذلك بعض السلف، قال بذلك بعض أهل العلم. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وسائر المسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته، على صيام هذا الشهر وعلى قيامه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يكفينا وسائر المسلمين شرور أعدائنا بما شاء وكيف شاء. إن ربي سميع الدعاء.